السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم العيش البلدي بطريقة تانية، بس بطريقة سهلة جدا للمبتدئين. وكمان لو ما عندكش فرن ولا مطارة هتعملي العيش البلدي وهيطلع معاكي تحفة. بجد لازم تجربي عيش المصفى بدون تعب وبدون اي مجهود. هتعملي العيش البلدي وكمان بدون مطرحة، يعني من غير ما تريحي ومن غير ما يكون عندك فرن. ممكن تعملي العيش البلدي على عين البوتاجاز من فوق، واللهم بارك العيش كله ينفخ. واتحدى اي حد يعمل العيش المصفى ويقول مفيش رغيف ما نفخش. وكمان التسوية ممتعة جدا وسهلة جدا للمبتدئين. يا ريت بس تتبعي الخطوات لحد الاخر علشان هقولك العجينة اخدت معايا مية قد ايه بالظبط وعجناها ازاي علشان العيش كله ينفخ. وكمان هقولك على السوى المظبوط اللي يخليه ينفخ معاكي. يا ريت بس قبل ما نبدأ، يا ريت لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الاول كده هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. معايا كده كيلو دقيق اسمر، الدقيق المدعم اللي انا بخبزه وبخبز منه العيش البلدي. العيش البلدي بتخبزيه باي دقيق، ممكن تخلطي دقيق ابيض مع دقيق اسمر، بس ما ينفعش تخبزيه دقيق زيرو وحديه علشان بيبقى ليه عرق جامد. ساعة ما تفردي الرغيف بيلم تاني معاكي. بس لو حابة تعملي دقيق زيرو ممكن تطري العجينة شوية. عجينة الصيف يا جماعة تختلف خالص عن عجينة الشتاء. في الاول كده نخلت كيلو الدقيق، طلعت منه النخاله وضفت عليه معلقه خميره فوريه مش مليانه قوي، وضفت ربع معلقه ملح وقلبت كويس. وبعد كده نزلت بميه عاديه خالص من الحنفيه وقلبت في الاول بمعلقه. اول ما الدقيق بيختفي معايا بوقف ميه. العجينه كده هتاخد معايا ميه قد ايه هقولك، بس على حسب نوع الدقيق اللي انت بتعجنيه. في دقيق بيشرب سوائل ودقيق لا. انا كده ضفت الاول 400 جرام وقلبت، وجبت كده جنبيه 200 جرام ونزلت بيها واحدة واحدة لحد ما الدقيق اختفى. وقفت مية علشان قلبت العجين على اليابس. الخطوة دي مظبوطة ولازم تمشي عليها كل ما تعجني. يعني في الاول ما تطريش العجينة قوي وبعد كده تيجي تلتيها هتغلبك جدا في وقت العجين. لا، خليها يابسة ونطري فيها واحدة واحدة. هتصلي بقى للقوام اللي انت عايزاه وكمان نعومة، والعجينة هتكون اتخدمت معاكي كويس. العجينة ما اخدتش مية معايا الا 600 جرام، غير بس ان انا كنت ببل ايدي مية وقلبت العجينة علشان تتلت كويس. العجينة في الصيف ما تطرهاش خالص، خليها في الوسط علشان هيجي عليها الحر وهتلاقيها ساحت معاكي واتلزقت معاكي في كل مكان. انا بقى مش هسيب العجينة تخمر غير مرة واحدة بعد الفرد، هشتغل فيها على طول. جبت كده طبق فيه نخالة وطبق فيه دقيق. لو ما عندكش نخالة ممكن تشتغلي بدقيق. احنا مش هنحتاج نخالة كتيرة، احنا هنحتاج حوالي كده معلقتين او 3 من النخالة علشان بس يخلي شكل الرغيف مظبوط، وكمان المصفى اللي هنسوي عليها ما تتحرقش. لو هتسويه يعني بالدقيق هتلاقي المصفى اتحرقت معاكي شويه. هنقطع بقى الكميه كلها مره واحده. انا هقطعها كده من غير دقيق، يعني مش هحط دقيق على الوش. انا بظبط بس الرغيف ورشيت بس الصينيه اللي انا هقطع فيها شويه نخاله. انا قطعت حجم الرغيف قد الليمونه الوسط. هقطع بقى الكميه كلها يكون حجمها مناسب لبعضيها. لو عايزاها اكبر من كده او اصغر من كده دي يرجع لك انت في الاخر. اهم حاجه بس تقطعيه وتظبطيه وتقفليه كويس من تحت وحطيه على النخاله عشان ما يلزقش معاكي. العجينه ما شاء الله مخدومه ومش بتتلزق خالص. يبقى اهم حاجه ان انت تظبطي العجينه وتمشي على نفس خطوات العجين. حتى لو هتعجني اي معجنات لازم تمشي على خطوات العجين اللي انا شرحت لك بيها. العجينه لو اضطرت معاكي في اول العجين هتغلبك جدا وانت بتعجنيها وكمان في وقت التشكيل. يبقى نحاول نظبط العجينه ونمشي خطوه خطوه علشان العجين يبقى معانا مظبوط. انا كده غطيت العجينه بكيس علشان ما تعملش معايا طبقه ناشفه على وش العجين. هاخد بقى اول رغيف انا بدأت بيه تقطيع علشان بيكون ارتاح بيبقى سهل جدا في الفرد. رشيت بقى رشة نخالة تحت الرغيف ومن فوق كده لو في تلزيق هرش بقى رشة بسيطة خالص من الدقيق. ما نكترش دقيق علشان ساعة ما نيجي نسويه المصفى اللي احنا هنسوي عليها ما تتحرقش واحنا بنسوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حط لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات، وهي اهم خطوة ان احنا نفرد الرغيف مظبوط، ما يكونش جنب رقيق او جنب تخين، او سمك الرغيف رقيق قوي او سمك تخين. نحاول كده ان احنا نخليه في الوسط وننفضه كويس جدا من النخالة علشان ما يتحرقش، ونحطه على ملاية عجين. بجد الفرد مفيش اسهل منه بصراحة. يعني هتفردي الكمية كلها مرة واحدة وبعد كده هتختمر هتقومي تسويها. احلى بكتير ما تعملي رغيف رغيف لو انت لسه مبتدئه. عيش النهارده اسهل بكتير، اسهل من عيش المطرحه للناس المبتدئه. بس اهم حاجه نوسع سمك الرغيف وما نخلوش تخين علشان تقولي ممكن يبقى تخين علشان ينفخ. العيش كله هينفخ معاكي باذن الله لو عجنتي العجينه مظبوطه.
غطيت العجينة وسبتها اختمرت، قعدت معايا كده نص ساعة. اول ما اختمرت حطيت الطاسة تسخن، اول ما سخنت شمعت عليها الرغيف في الاول، واول ما الرغيف شمع شلته على طول وحطيته على المصفى. النار تحت المصفى متوسطة مش عالية قوي علشان ما تحرقش المصفى وتحرق معنا الرغيف. يعني في الاول بتشمعي الرغيف في الطاسة، اول ما يشمع معاكي من الجنبين بتحطيه على المصفى. المصفى بقى درجة الحرارة اللي هي طالعة من الفتحات بتسوي الرغيف كأنك مسوياه في الفرن، وكمان ريحة العيش وهي بتستوي بجد تحفة. شايفين بقى الجمال؟ اللهم بارك، بجد تحفة. المصفى بقى مش هتتحرق معاكي الا لما يكون الرغيف معاكي شايل نخالة كتيرة او دقيق. يعني حاولي ان انت ما تخليش نخالة كتيرة او دقيق معاكي. اللهم بارك. شايفين الرغيف بيطلع ازاي؟ مفيش ولا رغيف ما نفخش معايا. بجد بجد العيش كله نفخ، وبجد طريقته سهلة جدا وسريعة للمبتدئين، وهيعملوا العيش البلدي وهيطلع معاهم تحفة. بجد بجد لازم اي حد بيشوفني يجرب عيش المصفى، لان بجد تحفة ومفيش ولا رغيف مش هينفخ خالص. العيش كله نفخ. انا كنت عايزة اجيب لك الكمية كلها، بس عشان خاطر ما بحبش خالص ان انا اطول في وقت الفيديو، انا بعمله 8 دقايق علشان خاطر بس تستفادي وكمان ما اطولش عليكم. انا كده في الاول بشمع، اول ما بيشمع على الطاسة بنقوله على المصفى، والمصفى بقى درجة حرارة المصفى بتطلع الرغيف معايا بسرعة. طب لو في رغيف ما نفخش هقولك النار كانت شديدة فالرغيف استوى من بره ولسه ما رفعش. فانتي بقى ما تعليش النار وتحرقيه من الجنبين، لا وطي النار خالص. واللي لقيتيه طول على المصفى بعد ما شمحتيه على المصفى مرتين، ما تستعجليش وتحوشي الرغيف من على المصفى. علي النار تحت المصفى شوية، هتلاقي الرغيف نفخ مرة واحدة. هتكملي بقى التسوية بنفس الطريقة، يبقى ما تخليش النار شديدة تحت المصفى وهو لسه بيشمع. اول ما يشمع معاكي هتلاقيه بقى نفخ، وعلى طول هتكملي بقية التسوية بنفس الطريقة. وبجد جربيه وقوليلي في التعليقات لو عجبك عيش المصفى. بجد تسوية ممتعة جدا، سهلة جدا وسريعة للمبتدئين. انا كده خلصت الكمية 21 رغيف. اللهم بارك. العيش بعد السوا طري علشان العجينة كانت في الوسط، ما كانتش يابسة ولا كانت طرية. اهم حاجة بقى تظبطي العجينة، يعني هي اهم خطوة خطوة العجين. عايزاكي في اي معجنات ما تعجنيش العجينه طريه قوي في الاول، في اول العجين اعجنيها عجينه يابسه، وبعد كده طري فيها واحده واحده لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. شايفين الجمال يا جماعه؟ كانك خبزاه في الفرن. اللهم بارك، ريحته تحفه وتسويته من فوق ومن تحت بجد عسل. ونفتح رغيف من جوه كده ونشوفه. اللهم بارك. شايفين؟ اللهم بارك، بجد تحفه. اتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط وتكوني طلعتي لو بمعلومه بسيطه، واتمنى ان انت ما تنسانيش بلايك واشتراك للقناه، واستناني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.